مساعد هو من أطلق النار على شاهين. المشهد واضح، يدخل في لحظة توتر، يوجه السلاح، يطلق النار، لكن في آخر ثانية شاهين يتحرك والرصاصة لا تصيبه. المحاولة تفشل ومساعد يهرب فوراً قبل أن يتم كشفه. هذه النقطة تغير ميزان الثقة بالكامل. الخطر لم يعد من فزاع فقط، بل من الداخل. شاهين بعد نجاته لا يعلن اتهاماً ولا يفتح مواجهة جانبية، يختار الاستمرار في خطته الأساسية. يبقى هو ومقناص في الموقع حتى اليوم التالي لمراقبة تحركات فزاع بدقة. الهدف محدد: معرفة مكان فزاع الحقيقي وتوقيت تحركه. في اليوم التالي شاهين يعلن أنه سيذهب للقاء فزاع لعقد اتفاق، لكن الحقيقة مختلفة تماماً. لا يوجد اتفاق. شاهين يخبر رشة قبل التحرك أن ما يحدث هو كمين. الهدف استدراج فزاع بحجة التفاوض، ثم القبض عليه في اللحظة المناسبة. الخطة تعتمد على عنصر المفاجأة وثقة فزاع الزائدة بأنه ذاهب لاتفاق آمن. رشة تصر على الذهاب معه لتوديعه قبل الوصول. هذا المشهد مهم لأنه يؤكد أن شاهين داخل على مواجهة محسوبة لكنها خطيرة. هو يعرف أن أي خطأ في التنفيذ سيحول الكمين إلى فخ ضده. في المقابل مساعد الآن في أخطر وضع. أطلق النار وفشل. إذا انكشف أمره لن تكون هناك فرصة ثانية، وإذا بقي صامتاً فهو يعيش تحت ضغط دائم لأن شاهين بدأ يشك بوجود خيانة قريبة. الحلقة 12 تبني صراعاً واضحاً بثلاث نقاط مباشرة: محاولة اغتيال فاشلة من مساعد، استمرار المراقبة الدقيقة لتحركات فزاع، تنفيذ كمين مخطط للإيقاع به. لا يوجد حدث جانبي خارج هذا المسار. كل مشهد يخدم التصعيد، كل خطوة تقرب من مواجهة حاسمة. الآن المعادلة واضحة: إما أن يسقط فزاع في الكمين، أو أن تنكشف خيانة مساعد في توقيت يقلب كل الحسابات.